صباح الورد على الجميع. معانا هنا روف في شارع اسكندريه. ادي شارع اسكندريه اهو، اوريكم كده. ده كده اللي على شمالنا ده شارع اسكندريه. بص، ده الفيو بتاع الروف كده. دي كده محلات السويه اهو، هنا كده اهو. تمام تمام. تعالوا بصوا كده، تعالوا نخش نشوف. اهو نخش كده ركنه وترابيزات، كراسي وترابيزات تقعد على الفيو بقى اللي بره براحتك. شاشة، غاز، فيها مراوح طبعا. نخش كده ناخد كده الأوضة مع أبو حنيفة. أيوه، سرير كبير، تسريحة طبعا زي ما قلنا، هي مراوح. ادي الدولاب. تمام. ادي أول سرير، سرير كبير. ادي تاني غرفة، سريرين، الغرف واسعة ما شاء الله. مراوح، وادي التسريحة. تمام. حمام، سخان، الدش، غسالة اهي، وادي الحوض. ثواني كده نخش نشوف هنا البلكونة دي بتطل على ايه. بلكونة صغيرة يعني، يعتبر ما بتطلش على حاجة يعني. ادي تلاجة، بوتاجاز، أدوات المطبخ كلها اهي، فلتر، حلالك وحاجاتك، كله يعني على وضعه يعني. انت تشوف بعينيك، هي دور خامس، مفيش اسانسير برضه عشان للمعرفة وللعلم يعني. ادي التلاجة اهي، التلاجة 3 بيبان. تلاجة اهي، غسالة اوتوماتيك. كده الأوضة، حمام، مطبخ، صالة، والروف معانا كبير. بس الروف كان في كنب في الفيديو. الروف ما شاء الله يعني، معانا روف كبير يعني، مساحة الروف حلوة يعني، ومعاك ترابيزاتك وكراسيك وعيش يا باشا. ده الفيو بتاع الروف. يعني انت كده يعتبر قريب من كل خدماتك كلها موجودة هنا يعني، والخضار والفاكهة اهم. كل المحلات طبعا مش محتاجين نقول يعني، انت كده يعتبر في قلب البلد نفسها. اه، ده كان الروف الدور الخامس من غير اسانسير. الدور الخامس. محمد الدكاترة هيحصل لكم إن هو لو في حد عايز ثانوي ما عندوش مانع. ممكن يطلع ثانوي عمر سكان ودكاترة ومحامين وحاجات زي كده. فايه لو هو واحد بس هنرمي السلم عشان انت عارف السلم بتاع شكله ايه، والشويه اللي طلع على الحيط يعني نعمل معاهم 60000 محامين كمان. وبين بقى مثلا تحت شكله في ايه؟ المفتاح هيعمل فرع طويل
هنصوره دلوقتي. حميد مش معوض. اللي جاب وسط المدينة يعني. احنا الدور الخامس زي ما قلت لكم. سنتر سنتر. هي كلها مكاتب يعني. ده المدخل. حميد ده المدخل. يا محمد. ده مدخل العمارة. ادي العمارة. وادي اهو قريب اهو من شارع اسكندرية ومعاه قريب من الدنيا كلها بصراحة. هو فرش كويس مقبول ادي